ورجعنا لكم تاني متابعي افلام الخمسينة الكرام، وبنشكركم على دعمكم المتواصل لينا، وان شاء الله مستمرين معاكم وبيكم. لايك شير سبسكرايب ويلا بينا علشان ندخل على ملخص الفيلم الجامد ده. بيبتدي فيلمنا في مدينة بودابست في المجر، وبالليل بتكون في حفلة استعراضية لرجل عصابات كبير جدا في دار الأوبرا اللي في المدينة. وطبعا رجل عصابات خطير بالشكل ده لازم يكون له أعداء عايزين يخلصوا عليه، لكنه بيكون معين طاقم حراسات متدرب على أعلى مستوى، وده علشان يحموه. لكن طاقم الحراس ده مش كفاية علشان القاتل المأجور اللي جاي يخلص عليه محترف جدا، واللي بيكون اسمه جو، والمعروف عن جو انه بيقتل ضحاياه من غير ما يسيب اي اثر وراه. لا وكمان ما بيفرقش معاه اي عدد من الحراس ايا كان. وجوه الاوبرا بيدخل جو من غير ما حد يحس بيه، وبيقتل رئيس العصابة وكأنه ما عملش أي حاجة، وكمان بيخلص على كل الحراس بكل احترافية ودموية. وبسبب اللي بيحصل ده بتحصل حالة من القلق في صالة الأوبرا، وكل الناس خرجت وهي مفزوعة ومش فاهمة إيه اللي بيحصل. وبسبب هرولة الناس بتقع الراقصة الاستعراضية اللي اسمها ميزي، وكمان في ناس داست عليها ومش بتقدر تتحرك من مكانها. فبيجي لها جو الشهم وبينقذها وبيطمن عليها، فبتشكره ميزي لانه انقذها، بس المصيبه هي ما بتكونش عارفه ان هو ده القاتل اصلا. وفجاه بيجي لجو صداع جامد جدا مخليه مش شايف قدامه حرفيا، فبتروح ميزي بتجيب له ميه، وهوب بيختفي من قدامها في لمح البصر. وبسرعه بيرجع على البيت علشان يرتاح وياخد المهدئ بتاعه وينام. وتاني يوم الصبح بياخد بعضه وبيروح للدكتور بتاعه علشان يطمن على نفسه لا يكون مرض خطير ولا حاجة. فبيقول الدكتور اديني يومين كده على ما اشوف التحاليل هتقول ايه. وبعدها جو بيروح لرئيسه زيفي علشان ياخد المهمة التانية وياخد فلوس المهمة الأولانية. وزيفي بيقول له انه لازم يرتاح شوية الفترة دي علشان يشوف نتيجة التحاليل وكده. وبعد ما بيخرج جو من عنده بيروح للصالة اللي بتتدرب فيها ميزي، وده علشان يرجع لها التليفون بتاعها اللي وقع منها أثناء آخر عملية. وميزي علشان ترد له المعروف ده بتدعوه على العشاء النهارده، وبتكتب له رقمها على ظهر صورة ليها. بس جو بيكون له رأي تاني وبياخد الرقم وبيرميه في الزبالة، لكنه بيقف دقيقة مع نفسه كده وبيرجع ياخد الرقم تاني، وبيقول ما يدي لنفسه فرصة كده يمكن يحبها ولا حاجة، وخصوصا يعني انه بقاله فترة مش بيتعامل غير مع الدم وبس ومفيش اي عاطفة في حياته. وفي اخر اليوم بيروح فعلا يقابلها في المطعم وبدأوا يدردشوا مع بعض شوية، فبتسأله ميزي على وظيفته من باب الفضول، فبيكذب عليها جو ما بيقولهاش وظيفته الحقيقية، وده علشان هي لو عرفت ان هو قاتل مش هتحب ان هي تتكلم معاه من الاساس وهتتقفل منه. وبعد لما بتعدي الايام العلاقه بتتطور ما بينهم اكتر واكتر وبيحبوا بعض جدا. وجو ساعتها كان مقضيها قتل وسفك للدماء وفي نفس الوقت حب وغرام مع ميزي. لا وكمان في كل بلد كان بيسافر فيها علشان يخلص على الضحيه بتاعته كان بياخد ميزي معاه من باب الفسحه، والصبح كان بيخلص العمليه وبالليل بيسهر معاها. وبعد ما بينتهي من كل عمليات القتل بيستدعيه زيفي علشان يحذره من انه يقع في الغلط، وان الشغل بتاعهم ده مفيش فيه مكان ولا وقت للعاطفه. فبيعرفوا جو ان ميزي مفيش منها قلق، وانه كده كده اصلا مش معرفه على وظيفته الحقيقيه. بس بيرجع وبيقول له انه بيفكر يتقاعد ويكتفي بالفلوس اللي هو جمعها في الفتره اللي فاتت ويقضي الباقي من حياته في سلام وهدوء وبدون اي تهديد. لكن زيفي فهمه انه محتاج له في العمليات اللي جايه، وانه اذا كان محتاج حاجه تثبت لميزي انه شغال شغلانه محترمه بعيد عن القتل فهو ممكن يخلص له الموضوع ده من ناحيته وبطريقته. وعلى الجانب الاخر بالليل بيحضر الكل عيد ميلاد ميزي، لكن جو بيتعب جامد وبيدخل الحمام وبياخد المهدئ بتاعه وبيرجع لهم تاني ومش بيظهر ان هو تعبان. وشكله كده موضوع الصداع المتكرر ده مش مطمئن واحتمال كبير يكون عنده مرض خطير. وبياخد زيفي جو على جنب وبيقترح عليه انه يصارح ميزي بالحقيقه وان ده انسب حل لاستمرار علاقتهم واكيد هي هتقدر الموقف. وبعد ما بينتهي عيد الميلاد وتاني يوم بيرجع جو للدكتور بتاعه وبيتصدم لما بيعرف ان عنده مرض الكروتزفيلد. والكارثة هنا إن المرض ده ملوش أي علاج لأنه نادرا لما بيجي لحد، لا وكمان فرصة النجاة منه معدومة تماما. يعني كده بمعنى أصح فاضل لجو أيام معدودة على قيد الحياة. وبعد ما بيعرف جو إن المرض ده عنده بيرجع على البيت ومش عارف يتصرف إزاي وإزاي هيصارح ميزي بالمرض ده، وإنها كمان متعلقة بيه جدا وممكن تروح فيها. وفي ساعة شيطان كده كان على بعد خطوات إن هو يخلص على نفسه، لكنه بيرجع لعقله تاني وبيسيب السلاح من إيده. وتاني يوم بيروح لزيفي وبيطلب منه طلب غريب جدا، وهو إنه عايز يخلص على نفسه بس محتاج قاتل مأجور يخلص عليه، لا وكمان هيدفع فلوس للي هيقتله. وساعتها بيكون زيفي مش فاهمه ولا مصدق اللي هو بيسمعه، فبيكمل جو كلامه وبيقوله بعد ما يموت يحول كل فلوسه لميزي وينقل لها كل أملاكه. لكن زيفي بيقول له انه مستحيل ينفذ له اللي هو بيقول عليه ده لان ده جنون بمعنى الكلمه، وبيقول له ولا كنوز الدنيا كلها تخليني ابقى طرف في موتك. فبيشكره جو وبيسيبه ويمشي، وبعدها بيروح لمكتب واحده اسمها إلينا، ودي بتبقى اخطر واحده في مدينه بودابست كلها، وده لانها العقل المدبر لكل عمليات القتل اللي بتحصل في البلد، وكمان عندها اسطول كامل من المرتزقه والقتله المأجورين.
حاجة زي الفل. لا والعجيب في الأمر إنه راح لها لحد عندها وهم بينهم وبين بعض مشاكل، وده لأنه قتل أبوها بطريقة بشعة جدا ورماه في البحر، ودي ساعتها بتبقى بالنسبة لها فرصة على طبق من ذهب إنها تخلص عليه وتاخد بطارها، لا وكمان هتاخد فلوس. وبعد ما بيمشي جو بسرعة كده بتبعت الأوردر لقاتل اسمه زيورخ، والمعروف عن زيورخ ده إنه قاتل محترف جدا بالإضافة إلى إنه قناص ماهر وخطير وما عندوش أي رحمة. وبعد ما بيخلص المهمة بتاعته بيرجع للتليفون وبيفتح الرسالة اللي بعتها له إليانا، وبيستغرب لما بيعرف إن العملية الجاية إنه هيخلص على جو، وطبعا بيرفض العملية من بابها. ووقتها بتبعت إليانا القاتل تاني من كوريا اسمه جو يانج، والميزة في القاتل ده إنه بيشتغل في فريق، يعني الضحية هتموت يعني هتموت. وبننتقل لكوريا، وبعد ما بيخلص جويانج العملية اللي في ايده وبياخد بعضه هو وفريقه بيسافروا لبودابست، وده علشان ينفذوا عملية جو ويخلصوا عليه. وفي المقابل بتبعت اليانا العملية لاتنين تاني من القتلة المحترفين اسمهم زولي وفلود، وشكلها كده بتعز جو جدا، بحيث يعني ان لو جويانج ما حصلش نصيب وخلص المهمة دي هم يخلصوها. والموضوع مش بيخلص على دول وبس، ده كمان بعتت لقاتل تاني، وده علشان تنهي على اي فرصة لجو في النجاة. وفي الاساس اصلا الموضوع مش مستاهل والراجل اساسا مسلم نفسه، بس هي عايزة تخلص عليه وتعيش الجو. وجو بيكلم ميزي علشان يعرفها انه هيبعد عنها شوية بحجة انه عايز يرتب اولوياته في الحياة، فبتسمع ميزي منه وبتفهم انه عايز يبعد عنها، فبتسيبه على راحته وبتمشي وهي زعلانة، لكن هي لو عرفت الحقيقة هتتصدم اكتر. وفعلا جو اتصرف التصرف الصحيح، وجو بيرجع على البيت، والمرة دي مش بيقفل الابواب كالمعتاد، وده علشان يسهل على القتلة عملية قتله. وفي ساعة هدوء كده بعت رسالة لميزي عرفها فيها انه مصاب بمرض خطير جدا ومفيش اي فرصة للنجاة منه، ومعنى كلامه انها ما تعلقش حياتها عليه لانه حاليا في عداد الموتى. لكن فجأة حصلت حاجة مش متوقعة، والدكتور بيبعت له رسالة محتواها انه ما عندوش مرض خطير ولا حاجة، وبيعرفه ان التحاليل بتاعته اتبدلت مع حد تاني، والصداع اللي عنده ده شيء طبيعي من كتر القلق اللي هو فيه. وساعتها بقى الدنيا بتتلخبط مع جو حرفيا، والكارثة ان القتلة المأجورين مستعدين يخلصوا المهمة في اسرع وقت، وكل واحد منهم عايز يخلص المهمة علشان يقفش الفلوس، وكلهم جايين في الطريق، يعني كده ما قداموش غير كام دقيقة بس قبل نص الليل علشان يعرف ينقذ نفسه. لا ده كمان غير انه عك الدنيا مع ميزي، والبنت احتمال كبير تنتحر، فبسرعة بيقوم وبيحضر نفسه لاستقبال جويانج وفريقه. فبعد لما بيوصل جويانج بعت حد من رجالته علشان يخلص عليه، لكن بسرعة جو بيخلص عليهم ومش بياخده في ايده غلوة، وكل اللي حصل له بس انه اتعور بخدش بسيط جدا في كتفه. وفي النهاية بيتصل على إليانا علشان تلغي المهمة، وإنها ما تبعتش حد تاني علشان يقتله، لكنها بتعرفه إن الموضوع مش واقف على تنفيذ المهمة وبس، لا ده الموضوع كبير في انتقام ليها ومستحيل تلغي المهمة دي، وبتعرفه إنها هتبعت لكل القتلة المأجورين في أوروبا، وشكلها كده ناوية على خراب مالطا. ولما بيعرف جو إن مفيش فرصة للتفاوض معاها بسرعة بيتصل على ميزي وبيقول لها إنها تسافر من بودابست في أسرع وقت وما ترجعش على البيت لأنه خطر على حياتها في الوقت الحالي. وهو في طريقه للبيت بيقابل زولي وفلود، فبيحاول ان هو يتكلم معاهم بالراحه كده علشان يفهمهم ان الموضوع فيه سوء تفاهم، لكنهم مش بيسمعوا له وبيفضلوا يضربوا فيه، وهو مش بيقدر يتغلب عليهم علشان هم اتنين وكمان مش واقفين على الارض، بس هو اذكى منهم وبسرعه بيتصرف بذكاء وبيقدر انه يخلص عليهم هم الاتنين. وبعدها بياخد الموتوسيكل بتاع فلود وبيهرب بسرعة قبل ما حد تاني يجيله. وقتها إليانا بتكون هتتجنن ومش مصدقة إنه إزاي قدر ينجو من كل القتلة دول، وبتتجنن وبتبعت لقتلة تانيين، وكمان بتضاعف المكافأة ل4 مليون دولار. والموضوع خلاص خرج عن السيطرة. وعلى الجانب الآخر لما بيشوف زيورخ إن المكافأة زادت بيتحمس أكتر للعملية، وبيبقى جو هو أول همه. وفي نفس الوقت بتوصل رسالة إليانا للقتلة التانيين وهم الإخوان ماكنزي، وهم كمان بيتحمسوا للعملية جدا لأن المبلغ مغري جدا. وفي المقابل بتوصل رسالة إليانا لإنجلترا مع القتلة المأجورين جين وتونا، واللي بيخلصوا العملية اللي في إيديهم وبيركبوا طيارتهم وطيران على بودابست. وإليانا قررت إنها تعمل له جيش علشان يخلصوا عليه، وده لأنه صعب إنه يموت والموتة بتاعته مش هتكون سهلة. كل ده غير المرتزقة اللي وكلتهم في العملية وسايبهم للآخر، ودول اللي هيجيبوا النهاية. وآخر رسالة بقى بتوصل لأخطر قاتل في أسبانيا وهو كريستو، وبنرجع تاني لمانزي وهي بتسمع رسالة جو، وبعد ما فهمت كل حاجة وبسرعة بتعمل اللي هو قال لها عليه بالحرف الواحد وبتبدأ في التحرك. وجو وقتها بيوصل لطوق النجاة وهو زيفي، وساعتها فهموا جو ان الدنيا اتطربقت على دماغه حرفيا، وانه كان متسرع في القرار اللي هو خده، وانه حاليا لازم يشوف له طريقة في الخروج من البلد قبل ما يتقتل. وبيعرفوا ان إليانا خلاص فقدت عقلها بسبب موت ابوها وعايزة تاخد بطاره، والزيفي بيعرفوا انه جاي في وقت مش مناسب خالص، وانه خلاص قرر ان هو يتقاعد، لكنه بيعمل اللي عليه وبيديله اسلحة تساعده وشوية متفجرات.
وعلى الناحية التانية بيوصل زيورخ لبودابست وبيركب مع السواق اللي بعتته له إليانا علشان يقرب له المسافة وينقل له بقية تفاصيل العملية. واللي بيحصل وقتها تغيير في الخطة وبتعرفه إليانا مكان ميزي علشان يخطفها ويسيطر على جو من خلالها ويضعفه. وقتها جو بيبدأ ينفذ خطته في إنه يخلص على الكل في وقت واحد، وفعلا خد بعضه وراح لقصر معين في المدينة. وفي المقابل بتعرف إليانا مكانه بالتحديد، ومن بعدها بتعرف القتلة والمرتزقة مكانه، وبالتالي بيكونوا كلهم وقعوا في نفس الكمين. وبتنجح خطته في النهاية، وطبعا كل ده بمساعدة زيفي. وجوه القصر ده بنلاحظ إنه مجهز ومفخخ بكل الأسلحة والتقنيات، والظاهر كده ان جو كان بيلجأ له في الظروف المستعصية اللي زي دي. وبعد شوية بدأوا القتلة يجوا للقصر واحد ورا التاني، واول ناس بتوصل هم الاخوان ماكنزي، وبيدور ما بينهم قتال عنيف جدا وبيقدروا انهم يغلبوا جو وبيوقعوه على الارض. لكن بسرعة بيقوم لهم تاني وبيديهم درس عمرهم ما ينسوه. في النهاية بيفارقوا الحياة، لكن خلاص مفيش وقت للراحة لان بقية القتلة وصلوا، وبتقوم الحرب ما بينهم وما بين جو. وحرفيا جو ما كانش عنده فرصة انه ياخد نفسه حتى، وده بسبب انه لما بيخلص على واحد بيطلع له التاني من وراه. وبعد ما بينتهي من معظمهم بيكلموا وقتها زيورخ وبيعرفوا ان ميزي معاه، وبكده تبقى روحه في ايده. وبمعنى اصح احسن حاجه ان هو يسلم نفسه. والوضع بيزداد صعوبه على جو، وده لان المرتزقه كمان وصلوا، وبيكون مش عارف يعمل ايه، يقتلهم ولا يروح يقتل زيورخ وينقذ ميزي. على العموم هو اتحط خلاص في الامر الواقع ولازم يتصرف. وفي المقابل بتخدع ميزي السواق وبتخرج من العربية وضربته على دماغه. وقتها المرتزقة وقعوا في الكمين بتاع جو، وبيقدر ان هو يخلص على عدد كبير جدا منهم. وبعدها بدأ يخلص على الباقيين بكل هدوء، وبيعرف يتحرك بسهولة في القصر، وده لانه حافظ كل حته فيه عكس الباقي. وبعد لما بيقدر يخرج وبيقابل زيورخ علشان يسلم نفسه ويحرر ميزي. وقتها بتظهر ميزي في الوقت المناسب وبتدوس زيورخ بالعربيه وبتهرب بسرعه هي وجو. وبعدها في العربيه بتفضل تعاتبه انه ضحك عليها وما عرفهاش الحقيقه وخلاها تعرف بالصدفه انه في الظروف دي، بس هو فاهمها انه خلاص هيسيب الشغلانه دي ويتقاعد نهائي. وبتفرحه ميزي وبتقول له انها حامل، وهوب بتروح مغمى عليها مره واحده. وبيركن جو على جنبه وبياخدها وبيمشي بيها في الغابه لحد لما بيوصل للكنيسه وبيسيبها ترتاح وتفوق. وساعتها بيدخل القس وبيطلب منه جو المساعده. وبسرعه بتفوق ميزي، فبسرعه وبدون تفكير بيطلب جو من القس انه يجوزهم لبعض. لكن من شروط الجواز هو انه لازم يعترف بكل حاجه عملها في حياته خير او شر. فلما عرفوا جو قصته وانه خلاص هيتقاعد بيوافق، بس على شرط انه ما يرجعش للقتل مرة تانية. لكن وقتها بيقتحم زيورخ المكان وبيضرب القس بالنار. والأسوأ من كده ان كل المرتزقة اقتحموا عليهم المكان وبدأوا في ضرب النار في كل الموجودين، وقلبوا على زيورخ وضربوه بالنار كمان. وفي المقابل بيكون الطلق خلص من جو وكان على وشك ان هو يموت، لكن بتيجي من وراهم ميزي وبتفجر دماغ قائد المرتزقة واللي اسمه ماكس. وعلى الناحية التانية قبل ما إليانا تهرب من البلد بيجي لها زيفي وبيخلص عليها، وده لانها انتهكت القواعد والشروط ووظفت المرتزقه، وده ممنوع في المهنه. وفي النهايه بيتجوز ميزي وجو وبيعيشوا حياه سعيده. بس كده صديقي بينتهي فيلمنا على كده. لو عجبك التلخيص لايك شير سبسكرايب، واشوفكم الفيديو اللي جاي. كان معكم محمد خليل، سلام.